انت عارف ليه درع الدوري اتغير من الشكل القديم للشكل الجديد؟ انا اقول لك يا سيدي. بيراميدز السنه اللي فاتت لما حس ان هو اقترب من درع الدوري، طلب من اتحاد الكوره اللي هو يغير شكل الدرع من القديم اللي انتوا عارفينه كلنا عارفينه للشكل الجديد اللي احنا شفناه. طبعا اتحاد الكوره قال له ده هيبقى فيه تكلفه عاليه وبتاع، قال له انا هصرف، انا عايز اول نادي يتحفر اسمه على الدرع ده هيبقى بيراميدز. قال له تمام اصرف. بعت يا عيني صرف وكلف وتمام التمام. جه الاهلي قام واخد كسب المؤجلات بتاعته كلها وقام مديله على عينيه واخد منه درع الدوري. كده الاهلي احتفظ بالنسخه القديمه مدى الحياه، والنسخه الجديده كانت عنده، قام جاي السنه دي واخدها هو كمان. متشكرين يا عم بيراميدز، مش عارف الواحد يقول لك ايه. طيب ايه اللي هيحصل بقى في الايام اللي جايه دي في المحكمه الرياضيه؟ اقول لك انا ايه اللي هيحصل. المحكمه الرياضيه هتحكم لبيراميدز بدرع الدوري. ايه يا عم اللي انت بتقول؟ اول زي ما بقول لك كده، هتحكم له بدرع الدوري. يشوفوا كل شهر الدرع القديم والدرع الجديد في حاجه اسمها رؤيه شرعيه. المحكمه هتحكم له كده، يشوف الدرع القديم والجديد برؤيه شرعيه. فين بقى؟ في ارض محايده، وغالبا هيبقى في نادي الزمالك. ابعتها له.